إذا كان واحد فيهم عنده طرح قوي يقول لي ماذا بعد 25 جويلية؟ النتائج. هات نجم نسمع. أعطيني الحصاد. الحصاد. نعم 25 جويلية لحظة فارقة. نعم 25 جويلية أنهى منظومة السرطان الإخواني والكذب السياسي، ولكن 25 جويلية الآن يتساءلون التوانسة. قفتنا غالية. نسمع عن الفساد ولم نرى فاسد واحد في السجن. اللي موجودين في السجن ما هم الفاسدين. الفاسدين الصح ما زالوا لبرا، والفاسدين الصح في عمق الدولة اليوم. كلامه مش غلط، ولكن أنا كي أقول لك ترجمة الفعل السياسي والعمل السياسي ليس في المنطوق، بل لازم يكون على شاشات التلفزيونات وأثير المذياعات والعمل القاعدي. احنا اليوم نعيش بخطاب رنان، ولكن نغرق في مشاكل كبيرة جدا، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، كلش. ليس من هدف التحول السياسي اللي صار هو تحسين ظروف الناس. نعم، وتحسين الوضع الاقتصادي. لحظة. نعم. تحسين الوضع الاقتصادي و لماذا لم يحدث هذا؟ أو حدث بالفعل وربما لم نستشعر ما حدث، أو ربما فما للأسف الشديد لم يحدث أي تغيير حقيقي. ما الذي حدث إذن؟ الذي حدث فقط وأن الرئيس اتخذ هذا القرار بلا معاول. لا يملك معاول حقيقية، لا يملك أجنحة، لا يملك الإدارة مثلا. الإدارة جناح من الأجنحة الرئيسية. أنا أدعو الرئيس قيس سعيد أن يتحمل مسؤوليته كاملة في التسميات التي قام بها، وأن يكون صريح مع الشعب التونسي ويقول نعم أخطأت، ليس عيب. لم يوجد رئيس عنده مقبولية عند الشعب أكثر منه هو في تاريخ تونس، رغم وجود بورقيبة القوي في وجدان الناس، ورغم الوجود لبن علي في وجدان الناس قصرا من الجوع الآن، الناس ولا تقارن بفترة بن علي، ولكن حضور رئيس قيس سعيد في وجدان الناس منقطع النظير. ولكن على الرئيس أن يكون صريح ويقول الحقيقة. من يأتمرون فليسمي الأشياء بمسمياتها. الخطاب الرنان يا سيادة الرئيس، توانسة يشوفوا في نشرة الأخبار الوزراء عندك ينتظروا منك دائما، وزراك يترجمون كلامك. الوزراء عندما يزورون الرئيس لابد أن يقوموا باجتماعات، ليس صم بكم. توانسة رأوا عندهم عقدة من الصم والبكم، من المشاهد التي فيها ليس فيها قول، لأنه بن علي ما كانش كلب، كان لا يحسن الكلام، فقلت لهم هيك العقدة. رجاء تحمل المسؤولية أي الرجل كما تحملت 25 جويلية، وقل الحقيقة أنك أخطأت في التسميات، سواء في استشارة في المستشارينك في القصر، سواء في الولاة ولا الوزراء ولا كذا. أخطاء بالجملة لفوكاستينج. وإنقاذ تونس يمر الآن أتخذ شيء واحد. اسمعنا، نحن لسنا طلاب سلطة، احنا أولاد هذا البلد، لا نملك إلا قوة المقترح. عندما نقترح ليس لأن يكون لنا مكان، احنا خلاص خذتنا الغربة 25 سنة الآن، ولكن الآن لابد من مراجعة حقيقية في التسميات. هذا واحد.